السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم غاوي كورة على قناتنا على اليوتيوب. أول حاجة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. احنا بنقدم أخبار النادي الأهلي وأخبار الكرة المصرية بشكل عام. أول حاجة هنبدأ بأخبار النادي الأهلي والكرة المصرية. أول حاجة MBC مصر تعلن إذاعة مباريات مباريات الأهلي في المونديال بشكل حصري على MBC مصر. إنما أون تايم سبورت والشركة المتحدة تحصل على رعاية معسكر النادي الأهلي وإقامة مباريات ودية قبل بداية كأس العالم. إنما أون سبورت مش هتذاعها، إن أون سبورت اتغيرت، بقت من أون تايم سبورت إلى أون سبورت بسببها الجديد. المصري، أخبار الدوري المصري. كان في فاضل مباراتين من الجولة ال14. المصري خسر من المحلة 1-0، وزد FC خسر من طلائع الجيش 1-0 برضه. لم يتحدد أخبار بقى اللي لها علاقة بمباراة القمة. أول حاجة الزمالك يده أنا حتى الآن لم يتحدد موقف زيزو من مباراة القمة. إصابة، وإصابته إجهاد في العضلة الخلفية. وتاني حاجة الزمالك يدرس حالة أمير عزمي مجاهد للتحقق بعد استصراعاته مع إبراهيم فايق. الزمالك يدخل معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل مواقعة قبل القمة بالإسماعيلية. رجال أعمال يعرضون مكافآت على لاعبي الزمالك في حالة الفوز بالقمة. نفذ تذاكر مباراة القمة بعد نص ساعة من طرحها. رضا سليم أجرى عملية جراحة الغضروف الركبة بنجاح في النمسا. المصري يخرج من لاعبيه بعد الهزيمة من غزل المحلة. اقترب فتوح وشلبي من المشاركة في لقاء القمة. ميلان يودع دور الأبطال. في مواجهة بروج وبنفيكا والبايرن إلى دور ال16 بدوري الأبطال أوروبا. وفي النهاردة قمة اللقاءات الملحقة في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد ومانشستر سيتي الساعة 10. تعالوا نقول لكم برضو أهم مباريات اليوم. هي أغلبها مباريات ما فيش مباريات في الدوري المصري النهاردة. لسه الجولة ال15 لسه ما بدأتش. نقول لكم أهم مباريات اليوم. أستون فيلا في مواجهة ليفربول. باريس سان جيرمان في مواجهة بريست. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي في قمة نتمنى فيها تألق الملك المصري الجديد عمر مرموش. الترجي في مواجهة ترجي جرجس. جيريسيس هي الملعب التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي برضه. في شوية تصريحات كده لمارسيل كولر عن كأس العالم للأندية ومجموعتنا المثيرة. كان عمل لقاء صحفي. أول حاجة اللي هي مجموعة مثيرة في وجود مارسيل كولر، يعني في تصريحات المجموعة مثيرة في وجود أنجلتيني ليو ميسي قائد إنتر ميامي، وسيلعب مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي في عقر داره، وأغلب الجمهور سيكون داعما للمنافس، ولكننا سنلعب للفوز. لاعبو الفريق لديهم حماس كبير. احنا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ال3 نقاط خلال المباراة والوصول لإنجاز في هذه المجموعة. بورتو بالميراس فريقان كبيران ومرشحان للوصول عن هذه المجموعة. هذه المجموعة بمثابة تحدي كبير بالنسبة للأهلي، وسنلعب ضد فرق كبرى، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. يبقى هنا وهو ما يريده المنافسون أيضا. على ما نقول لكم ترتيب الدوري المصري. أول حاجة بيراميدز، الأهلي، زمالك، مصر، بورسعيدي، البنك الأهلي، سيراميكا، كليوباترا، حرس الحدود، بتروجيت، اتحاد السكندري، فاركو، طلائع الجيش، سموحة، CDFC، الإسماعيلي، غزل المحلة، الجونة، إنبي، مودرن سبورت. تعالى مم. في انقسام في موضوع برضو يخص الزمالك كده. في انقسام داخل الجهاز الفني على اللي مين يحرس عن مرمى الزمالك في ماتش القمة. يبقى أنا في مفضلة عواد حارس النادي وغدا عن مباراة اللي بسبب يبقى أنا عن مباراة بتروجيت بسبب تراكم الانتصارات. يبقى هنا وصبحي لعب مباراة لعب مباراة بتروجيت ونال العديد من الإعجاب المدرب. ماشي. تعالى بقى في موضوع برضو كنت عايز اكلمكم عليه، اللي هو استاد الاهلي. ما اتكلمناش عنه خالص منذ افتتاح القناه. اول حاجه كل ما تحتاج معرفه عن استاد الاهلي بقى. الساعه الجماهيريه 42 الف متفرج. ساعه الحفلات الموسيقيه 57 الف 797 الف متفرج. 57 الف 797 شخص.
المتاجر الرسمية متاجر رسمية لشراء المنتجات والتذاكر. مدرج التالتة شمال 11,000 مشجع. وطبعا كانوا عايزين يعملوا أكتر من 42,000، بس بيقول لك اللي فيها حدود الطيران والحاجات ديت فمش هيعرف يعمل ارتفاع أكتر من 15 متر، فعشان كده ساعته بس 42,000. هو تصميم الملعب حديث دون تراك، يضمن المشاهدة المثالية على غرار يعني الملاعب الأوروبية وكده. الشاشات عملاقة لمتابعة المباريات بأفضل جودة. مطاعم وكافيهات لخدمة الجماهير. منطقة ترفيهية لمختلف الأعمار. سيتوقف السيارة يبقى موقف سيارات يبقى هنا يستوعب الآلاف السيارات. 47 53 أجنحة فاخرة، و80 مكسورة في أي بي، و72 مكسورة يبقى هنا جناح مكسورة في أي بي. بس دي كل اخبارنا اللي كنا عايزين نغطيها النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده بكره ان شاء الله. وبرنامجنا يومي من الساعه 12 بتوقيت القاهره. ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لان في مشاهدات بس ما فيش اشتراكات ولا لايكات، فعايزين ننام شويه، عايزين نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت، وحلمنا ان شاء الله مش هيقف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو الحلقه تكون عجبتكم.